وبعد هزيمة الأهلي من نادي برشلونة في بطولة إخوان جمبر اللي كان الأهلي بيلعب فيها في أسبانيا، واللي طلب من الأهلي إن هو يروح يلعب البطولة دي هو نادي برشلونة العالمي اللي عنده موهبة النادي الأهلي بل والموهبة المصرية كلها في الوقت الحالي هو حمزة عبد الكريم. طبعا هيطلع لنا واحد يقول لك الحسين عموتة ما عندوش فكر، الحسين عموتة ما لعبش كورة طول المباراة، الحسين عموتة مش هيكمل بسبب اللي عمله، الحسين عموتة ما عملش جملة تكتيكية واحدة. هنا بقى هقول له اسكت، ستوب بقى هنا واسكت خالص، علشان الحسين عموتة اللي انت بتتكلم عنه ده خسر من نادي برشلونة 2-1 في الكامب نو في بطولة برشلونة مسيطر عليها. في قلب الكامب نو الأهلي سجل هدف على برشلونة، في قلب الكامب نو الأهلي كان بينافس برشلونة. فعلا احنا ما شفناش الأهلي في الشوط الأول لحد نهاية الشوط الأول، وشفنا الأهلي في آخر دقيقتين بس من الشوط الأول، لكن النادي الأهلي لعب مباراة قوية بداية من آخر دقيقتين في الشوط الأول أمام برشلونة لحد نهاية المباراة. انت تعرف ان برشلونة ده اللي انت بتشوفه على الشاشات او بتلعب بلعبته على البلاي ستيشن بس مش اكتر، انت ما تعرفش حاجة عنه اكتر من كده. الحسين عموتة كان بيلعبه، والحسين عموتة وصل ان لعيبة الاهلي وصل بزيزو ان زيزو سجل هدف. ده محليا حسين لبيب رئيس نادي الزمالك افخم ادارة او رئيس نادي قاعد جنبه هو رئيس نادي الاتحاد السكندري، عارف ادارة الاهلي واعضاء الاهلي النهارده، ومجلس الاهلي كان موجود جنب مين؟ كان موجود بيتفرج على المباراة بجوار رئيس نادي برشلونة. نادي برشلونة اكبر اندية العالم في الوقت الحالي، النادي الاسطوري، النادي اللي خرج اساطير، النادي اللي طلعت منه لعيبة قوية، النادي اللي كل الناس بتحلم بس تشوف له مباراة. في ناس كده عندها فكرة واحدة وثابتة، وهي ان هم بس هيستكتروا عليك الانجاز وهيقللوا من اي حاجة انت كبيرة عملتها، مش بس علشان هم اقل منك، لا، لان هم اصلا مش هيقدروا يجلدوك علشان ينافسوك. يعني في ناس هتستكتر عليك الانجاز اللي انت عملته علشان هم لا هيقدروا يجلدوك ولا هيقدروا كمان ينافسوك. من وجهة نظري انا شايف ان اهم لاعب خرج بيه الاهلي من المباراة هو زيزو، احمد السيد زيزو. لاعب الاهلي عمل حاجات ما شفناهاش لا مع منتخب مصر ولا مع الزمالك في فترته القوية جدا وعز تألقه مع نادي الزمالك. ما شفناش زيزو بالجرأة دي، ما شفناش زيزو بيستلم كورة ويعدي ويكمل ويضرب سبرنت لحد المرمى الثاني ويسجل كمان هدف، لا. واليوم اللي يعملها زيزو يعملها قصاد مين؟ يعملها قصاد نادي برشلونة في نهائي بطولة اخوان جمبر في قلب ملعب برشلونة، ملعب النار، ملعب الكامب نو. يعني اللي عايز اوصله لك ان الحسين عموتة طلع قماشة قوية جدا جدا من احمد السيد زيزو. كمان لو هنتكلم بقى في الفنيات واللعيب اللي وصل فعلا هو حمزة عبد الكريم، اللعيب اللي الجمهور الاهلي جاب الجمهور برشلونة شجعه في المباراة دي، اللعيب اللي الكل صفق له من جمهور المصرية قبل الجماهير الاسبانية لانه لعيب مصري، اللعيب اللي جماهير الاهلي والجماهير المصرية اصلا كانت رايحة المباراة مخصوص علشان تشوفه وهو بيلعب بقصاد النادي الاهلي، اللعيب اللي كل الجماهير مصرية وأسبانية أهلاوية وبرشلونية كانت رايحة بس عشان تشجع حمزة عبد الكريم. لعيب كبير، لعيب واعي جدا، ولو شفت كلامه بعد اللقاء وشفت كلام حمزة عبد الكريم والكلام اللي هتعرف هو ازاي لاعب كويس، ازاي يوصل حمزة عبد الكريم للأداء، ازاي حمزة عبد الكريم وصل للمرحلة دي اللي هو ربنا يزيده كمان وكمان ونتمنى له التفوق في كل وقت. لكن حمزة عبد الكريم لعيب ثقيل جدا. كان في مداخلة وحاول إعلامي مع حمزة عبد الكريم إن هو يطلع منه أي كلمة، وسأله الإعلامي سؤال مصري محتك جدا وهو مين أقرب لاعب بالنسبة لك؟ طب مين اللاعب اللي أنت بترتاح معه؟ طب مين أكتر لاعب ساعدك يا حمزة؟ وهنا حمزة عبد الكريم ولا انت هنا حمزة عبد الكريم عمل ايه؟ لاعب فهم ولاعب واعي ولاعب محترف ولاعب يستحق المكان اللي هو فيها جدا. فضل الاعلام يسأله مرة واثنين وثلاثة واربعة وحمزة عبد الكريم ولا انت هنا قال له كل اللعيبة نفس المكان عندي، مفيش لاعب اقرب من لاعب. طيب ايه رأيك وتقول ايه اللعيبة المصرية؟ قال لهم كلمة واحدة بس،
صدق حلمك، صدق حلمك، صدق حلمك، انت هتوصل. كان يقصد الكلام ده كله، صدق حلمك في يوم من الايام هتوصل. ما توقفش على النقطة وتقول ده في احسن مني، ده في ناس عدتني. لا، انت ينفع تعد وينفع بكرة وبعده الناس تشاور عليك وتقول انا عايز ابقى زي ده. ينفع بكرة وبعده الناس تشاور عليك وتقول ان ده مثلنا الاعلى وان احنا نفسنا نوصل لزي اللاعب ده. لاعب بيحترم المكان اللي هو فيها، لاعب بيحترم اللعيبة. هي دي الصح، العقلية اللي لو قفل وفضل عليها حمزة عبد الكريم هيوصل لأكبر من كده. حمزة عبد الكريم لاعب ليه مستقبل باهر، العقلية اللي هو فيها وشفناه من بعد كأس العالم ومن بعد ما والده صرح وقال إن هو حمزة عبد الكريم مش هيخرج إعلاميا رغم المبلغ اللي كان مقدر واللي كان هيدفع في خروج حمزة عبد الكريم في الإعلام، لكن والده رفض. فحمزة عبد الكريم لاعب كبير، لاعب مميز، لاعب هيفرق مع اي مكان هو فيه. فعلا فعلا احنا ما شفناش الاهلي غير في اخر دقيقتين في الشوط الاول، لكن مش ده اللي زعل، لان في حاجه حلوه حصلت وحاجه تقدر بكثير جدا، وهو ان شفنا لاعيبه الاهلي ما هبتش برشلونه، ما هبتش ملعب برشلونه الكامب نو، ما هبتش الجمهور الاسباني، وان لاعيبه الاهلي من اول دقيقه وبتلعب عادي وما هبتش الاجواء اللي هي فيها، وما حسيتش ان الاجواء اللي هي فيها جديده عليها، ولعبت مباراه قويه جدا جدا. لعيبه الاهلي قدمت مباراه قويه جدا جدا رغم ان هم ما ظهروش غير في الشوط الثاني، وكان الشوط الثاني مختلف فعلا. وشفنا تعليمات وتكتيكات من الحسين عموته اللي ما ينفعش نلوم ولا نعاتبه، ده كان بيلاعب برشلونه يا جدعان. يعني اللي بيشوف الفيديو ده يفهم ان كان بيلاعب برشلونه الحسين عموته، ما كانش بيلاعب اي نادي كده وخلاص. عايز اقول لك تعرف ان الاهلي اول فريق عربي افريقي شرق اوسطي يشارك في البطوله دي. عايز اقول لك ان اول هدف في البطوله دي من فريق عربي افريقي شرق اوسطي كانت من لاعبي الاهلي احمد السيد زيزو. عايز اقول لك تعرف ان الاهلي حقق انجاز. هتقول لي انجاز؟ مش دي بطوله وديه، انجاز ايه اللي هتكلم عنه؟ هقول لك الوديه دي فيها برشلونه يا مثقف، فيها برشلونه يا فاهم كوره، فيها برشلونه يا عالمي. في الاول وفي الاخر الاهلي شرف مصر، الاهلي شرف مصر بما تعنيه الكلمه من معاني. وشفنا قد ايه جمهور الاهلي جمهور واعي، جمهور مثقف، جمهور فاهم وبيعمل ايه، وراحوا دعموا ناديهم يشرفونا في اسبانيا في الكامب نو. لو وصلت لنهايه الفيديو متنساش اللايك والاشتراك في القناه عشان يوصلك كل جديد، وتحياتي ليك، نتقابل في فيديو جديد واخبار جديده واخبار حصريه.